السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم شباكيه، طريقه جد رائعه وغزاله اللي كتجي هشيشه وزوينه. نبدا معكم على بركه الله. نبدا في المقادير مع طريقه التحضير في دقه واحده. هنا كيف ما كتلاحظوا عندي مسكه حره، عندي اللوز اللي غادي نطحنو، راه كنطحن فيه. ها هو كيف ما كتلاحظوا كنطحن وكنغربل، يعني ضروري انكم تغربلوا. ها هو حبه حلاوه والنافع حتى هي طحنتها وغربلتها. داك جنجلان حتى هو طحنته وغربلته. المقياس جوج لايف صغار من الحاجه. هنا انا كندير في مقياس الدقيق ديال 4 كيلو. كيف ما كتلاحظوا عندي الخميره، قليل من الخميره. هنا زنجلان، حبه حلاوه والنافع. اللوز ها هو اللي اللي طحنته مزيان ونيلته. عندي نص كاس ديال الخل اللي غادي نضيفو عليهم كيف ما كتلاحظوا. هنا غادي نضيف جميع المكونات وانا كنقول لكم المقادير. عندي تصفيره او الملون الغذائي كيعطي اللون زوين في هذه الشباكيه. كنت ديجا حضرت معكم شباكيه اخرى وهذا نوع اخر. الصراحه كتجي حتى هي زوينه. شويه الملحه. انا غادي نمشي معكم خطوه بخطوه وما غاديش نزرب الكاميرا، على حسب باش يعني كلشي تشوفوه وكلشي يكون مدقق. عندي 2 معالق كبار ديال القرفه، يعني يكونوا عامرين كيف ما كتلاحظوا. المعلقه راه كبيره، يكونوا عامرين. 2 معالق. هنا كيف ما كتلاحظوا زلافه كبيره ديال الزبده، وغادي نخلط زلافه ما بين الزبده والزيت، يعني كاس زيت وكاس هذا وكاس ديال الزبده مذابه، عاد زلافه ديال الزيت، يعني ما بين الزبده والزيت 3 زلايف. مفهوم؟ هنا كيف ما كتلاحظوا انا كنمجد في العناصر وكنضيف في المقادير. غادي نزيد الزيت اللي قلت لكم هو والزبده مذابه، خلطتهم بجوج كاس. هنا غادي نزيد غير زلافه ديال الزيت البلديه. وضروري انكم كيف ما كتلاحظوا اللوز راه تكون لي على كويرات، يعني ضروري خصني نبقى نخلط في هاد العناصر مزيان بالكف ديالي نخدمهم. يعني هذه هي المرحله اللي كتبغي انكم تخدموا مزيان. المهم غادي نبقى انا كنضيف في العناصر في المقادير كنخلط مزيان. بالنسبه للقرعه ديال الماء ورد راه غادي نضيف هنا قرعه كامله، لان عندي الكميه كيف ما قلت لكم ديال الدقيق كثيره. غادي نضيف 4 كيلو ديال الدقيق. الا بغيتوا ديروا 2 كيلو يمكن لكم انكم ديروا نصف المقادير. بغيتوا ديروا كيلو ديال الدقيق ديروا الربع ديال المقادير. مفهوم؟ هنا كيف ما كتلاحظوا انا كنخدم بالكف ديالي باش هذوك الكويرات ما يبقاوش ليا. ضروري خصني نخدمها بيدي بحال هكا بالكف ديالي بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا. هنا كيف ما كتلاحظوا بعد ما مجزت جميع هاد العناصر كنضيف الماء زهر قرعه كامله اللي غادي نضيف. تقريبا فيها 2 كيسان ونص. صافي انا كنضيف وانا كنخلط. كيف ما كتلاحظوا راه كنخلط غير بالاصابع ديالي باش ما يطيرش الماء في الجوانب ديال القصريه. نحاول انني نجمع بحال هكا حتى تدخل الماء في هذا في الخليط. عاد غادي نبدا نخدم بالكف ديال ايدي.
هنا كيف ما كتلاحظوا الخليط راه شرب، يعني المقادير ديالو شربوا الزيت والزبده والماء ظهر. شوفوا راه ولا خاتر. هنا كيف ما كتلاحظوا غادي نضيفوا في واحد الاناء اللي كبير. ضفتو انا في بانيو لانه القصريه ما غاديش تهز لي الدقيق. صاي غادي نحاول نجمع جميع هاد اللي عندي في القصريه ونضيفو في البانيو. كلكم تضيفوه يعني في اي اناء غيكون كبير. كما قلت لكم راه كتبقى الكميه على حسب الدقيق اللي غادي تضيفو. انا هنا راني غادي ندير نقدر تقريبا ندير 2 سطوله اللي غادي تخرج ليا ديال الشباكيه، يعني بزاف. الدقيق 4 كيلو. المهم كيف ما كتلاحظوا ها هي وضعته في البانيو كبير. غادي نبدا نضيف الدقيق اللي ديجا غربلته من طبيعه الحال. نضيف النصف وندير ليه بحال هذا الشكل، نحاول نخلطه بحال غادي نبسبس هذا الدقيق بهذيك القوام اللي حطيت ديال المقادير. ونضيف ثاني النصف الثاني ديال الكميه ونبدا نبسبس في الدقيق كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. نستمر بهذه الطريقه يعني حتى نشرب داك الدقيق هاد المقادير. ضروري هاد الكميه. هنا 4 كيلو خليت منهم هاد الزلافه كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه للمقادير راه درتهم بهاد الزلافه الكبيره وريتها لكم. اما الزلافه الاخرى البيضه هذيك غير صغيره خليتها على حساب داك شويه نقصهم من 4 كيلو باش نطلق به بالدلاك منين بغيت نطلق العجينه. هنا كيف ما كتلاحظوا شوفوا راني بقيت كندلك فيها. شوفوا كي ولا عندي الدقيق حصلت عليه بهذا الشكل. نحاول انني نبقى نخدمه بهذه الطريقه هذه مزيان، ونبدا انا كنضيف في الماء وانا كنخدم بحال هذه الطريقه حتى نجمع العجينه. ولكن يعني ما تكثروش الماء. تقريبا الماء مقياس 2 كيسان او 3 كيسان اللي غادي تضيفوا. بصراحه ما حسبتش الكيسان شحال لانني درت من المقراج، ما حسبتش شحال من كاس. ولكن يعني راه خصكم تضيفوا غير مقياس قليل باش العجينه ما تجيش جاريه. هنا كيف ما كتلاحظوا ضفت 2 خمارات صافي. ونبدا انا كنضيف في الماء وانا كنجمع في العجينه. انا كنضيف في الماء حتى نعجنها ونحصل عليها قاصحه ما تكونش رطبه.
هنا كيف ما كتلاحظوا العجينه قاصحه، يعني نحاول انني نخليها بحال هكا قاصحه، ماشي انها تجيكم قاصحه وتزيدوا فيها الماء، خليوها تبقى قاصحه. ملي تغلب عليكم قسموها على جوج. هنا راه كنت يعني بغينا غير نجمعوها شويه وغادي نقسموها على جوج لانها كثيره، العجينه كثيره بزاف. المهم غادي نقسموها على جوج وغادي نتعاونوا عليها، وكل واحد فينا غادي يقسم يدلك النص. بعد ما تعاوننا عليها ودلكناها مزيان، دابا قسمناها. غادي نديرو كل كويرات بوحدهم، نقسموها الكويرات كيف ما كتلاحظوا بهذا الشكل. وهنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما جمعت جميع الكويرات باش ما يبقاش الفيديو ثاني طويل بزاف، درت ستوب حتى حيدت هذا، خليتهم حتى يطلقوا. من بعد ما طلقوا لي شويه كل كره كنربعها بحال هذا الشكل، بحال بغيت ندير مسمنه باش ما يضيعش ليكم بزاف، يعني ما يضيعش هذا بزاف. لكن راه كنخليو صافي. من بعد ما وضعت يعني الكويرات في الاناء غطيته وخليته حتى رطب مزيان، يعني عندي المده الكافيه. ياك شفتوا العجينه كي ولات مطلوقه صافي. ملي كتغطيها بلاستيكه كتخليها صافي كتطلق غير راسها. هنا كيف ما كتلاحظوا من بعد ما خليتها ثاني طلقات واحد شويه في البلاستيكه، غادي ندير ليها بهذا الشكل بحال هكا، نقطعها نطلقها بالبلاك ونقطعها بهذا الشكل هكا. نستمر حتى ندير جميع القطع اللي عندي بهذه الطريقه. انا جاني شويه لا فيديو طويل، داكشي علاش راني قسمته زربت الكاميرا على الاخر باش انه الفيديو ما يكونش طويل بزاف. المهم غادي ناخذ كل مورسو نطلقوا بالدلاك حتى نحصل على واحد يعني ما يكونش غليظ بزاف، تكون رقيقه على حسب واش كتبغوا الشبكيه تكون رقيقه ولا غليظه. هنا انا كنرققها، ثم غادي نورق معاكم بالدلاك كيف ما كتلاحظوا ونقطعها بالجراره. المهم انا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي غزاله وزوينه ديال الشباك، هي اللي غادي ندير بها جميع هاد الشباكيه اللي عندي. نطلقها حتى نحصل على واحد السمك اللي يكون رقيق شويه، ما تكونش غليظه ثاني بزاف، بهذا المقياس. نقطع بالشراره. حاولوا ما امكن باش ما تضيعوش بزاف العجينه. هنا كما كتلاحظوا من بعد ما قطعت الجوانب غنبدا الشرطه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، صافي ونقطع. يعني خص الخمسه يكونوا 5 الشرطات عندي و6 هاد السمطات، ونستمر بهذه الطريقه 5 الشرطات يكونوا. المهم نحصل على تقريبا 6 الاشرطه هنايا، عاد نقطع بهذا الشكل بحال هكا
المهم هاد الشباك راه كيجي ساهل وغزال، غير تبعوا معايا. هانتوما انا غادي نمشي معكم غير بشويه دقه بدقه. شوفوا العجينه يعني راه كتجي رقيقه وراه كتطلق، يعني ماشي حكاش قاصحه كتبقى قاصحه. شوفوا كيفاش طلقات ولات يعني رطبه من بعد ما غطيتها بلاستيك. هانتوما كنطوي يعني جوج على بعضياتهم ونعاود جوج الاخرين على بعضياتهم، يعني كيجيو 3 فوق 3 شرطات فوق 3 شرطات. وكنزدي هادوك الجوانب التحتانيين وكنفتحها من الوسط. ساهله يعني ما كتشدش الوقت، والشباك كيجي غزال، كيجيو كاملين بحال شوفوا كيجي رائع بزاف. نعاود معكم الثانيه. المهم كما قلت لكم كيكونوا 6 الاشرطه. كندير هادو الجوج الاولين فوق الجوج الثانيين، جوج الثالثين كنحطهم ثاني فوق المعلم، يعني كيجيو 3 على جهه اليمنى و3 على الجهه اليسرى. كنزيد دوك الجوانب التحتانيين ونفتح من الوسط. صافي يعني ساهله وما كتشدش الوقت بزاف، دغيا كتكملي الشباك. صافي دابا غادي نكمل الشباك كامل، عاد غادي نرجع لكم باش هكا ما نطولش الفيديو بزاف. نحاول انني نشبك يعني جميع الاقراص اللي عندي. عاد غادي ندوز معكم القلي، من بعد غادي كما كتعرفوا خصو ضروري تغطس في العسل. من بعد ما نقلي غادي نغمسو في العسل ونقدمو معكم بكل صحه ان شاء الله. وكيف ما كتلاحظوا هذه هي الشباكيه ديالنا من بعد ما طيبتها كامله. كنحصل على هذا الشكل. خصكم تنقصوا البوطه، ما تجهدوش ليها بزاف باش ما تحرقش ليكم. نقصوا العافيه وخليوها بقات تبقى طيب على المهل، يعني بشويه عليها. من بعد طفيوها ودردروا عليها جنجلان. الصراحه راه كتجي غزاله بزاف. انا نقطع معكم واحد الوحيده، شوفوا معلكه وغزاله رطبه كتذوب في الفم. الصراحه والله الا جات غزاله، احسن شباكيه جات مذاق ديال القوام فيها كثار، جات غزاله بزاف. كيف ما كتلاحظوا هنا راه سطل وسبيره عريضه، يعني جوج سطوله. سبيره كبيره كتهز مقياس ديال السطل، يعني جوج سطوله كبار اللي عمرت. ها هو السطل الاول، وها السبيره حتى هي غادي نبينها لكم. ها هي حتى هي راه كبيره. المهم المقياس ديال السطل اللي هازه، شوف كيجي تشبك كامل شكل واحد. وتيكون هذا هو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، شباكيه اللي شاركتها معكم. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو مره اخرى في فيديو جديد في وصفه جديده
كنشكركم على حسن المتابعه، وتنساونيش بلي لايك وبارطاجيو مع الاهل ديالكم مع صحاباتكم. خليوا لي شي تعليق يكون زويون في محتوى الفيديو، وبارطاجيو مع الاهل ديالكم مع صحاباتكم، وخليوا لي اشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا قناتي. مع السلامه.